السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة ماينة. كنتمنى يوصلكم هذا الفيديو انتم بصحة جيدة وراحة البال. اليوم نقدم لكم كيفية تحضير الدجاج في المناسبات ولا الا كانت عندنا شي عراضة وبغينا نقدموا الدجاج بطريقة مختلفة. غنحضروا حشوة اللي فيها الروز وفيها الكفتة واللوز، وكنرافقوها بمريقة كتكون على طيبة ديال الملوحة، ولا بغينا نزيدوا ليه نغمه ديال الحلاوه غادي نزيدوا ليه الزبيب مع المرقه ديال الدجاج. كيجي رائع ولذيذ. تابعوا معايا الفيديو من الاول للاخر. نمشيو نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو في المقادير دجاجه موازن 2 كيلو ونص اللي غسلتها بالحامض والملح، وغادي نحتاجو لها في الشرموله شويه ديال الحامض، شويه ديال الثومه، واحد الضمه ديال زعفران الشعره، معلقه صغيره ديال الموطارد، شويه ديال البزار وشويه ديال السكينجبير وشويه ديال الخرقوم. في الاول غادي ناخذ واحد الاناء باش نصايب فيه التتبيله اولا ماغيناد باش غادي نشرمل هاد الدجاجه. غنحتاج فيها شويه ديال الحامض، شويه ديال الثومه، شويه د الموطارد، غادي ندير البنه ديال زعفران الشعره. انا ما عنديش زعفران الشعره، اللي عنده زعفران الشعره يستعمل زعفران الشعره كيجي لذيذ بزاف. وغادي نضيف التوابل اللي هما الخرقوم، سكينجبير، البزار، وغادي نخلط هاد العناصر تقريبا بواحد 2 معالق ديال الماء. غادي ناخذ الدجاجه وغادي نحاول نتبلها مزيان، بدا من الداخل نخليها شرموله مزيان للصدر بحال هكذا، نتبلها مزيان بهاد الشرموله هادي ونخليوها تقريبا 1 ساعه ولا 2 سوايع تشرب هاد الشرموله هادي. ما نساوش هاد الجوانب هذا اللي عندها هنايا ما بين الفخيضات هكذا، حتى ندخلوا معها شويه شرموله. صافي ونخليوها تشرب هاد الشرموله. من بعد ما خلينا الدجاجه تشرب لا ماغينات غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه اللي غنحتاج لها. الروز اللي درتو دابا يتسلق في الماء، وضروري ما نضيف له شويه ديال المليحه باش يجينا بنين. غادي نخليوه يتسلق غير نص طيبه، ما نطيبوش كامل، غير نص طيبه ونطفيو عليه. من بعد ما خليت الروز يتسلق خديت واحد الكاسرونه ودرت فيها الماء غليان، ودرت فيها ربعه كبيره ديال اللوز، وغادي نفركها. النص غادي نقليه في الفران، غادي نحتاجو في العماره، والنص غادي نديرو التزيين. غادي ناخذ المقله وغادي ندير فيها 2 معالق ديال الزيت كبارين، ونضيع فيها واحد الحبه ديال البصله، نستنى عليها حتى تنزل وتاخذ لنا واحد اللوين مذهب. غادي نستنى عليها تنزل، كنستناو على البصيله حتى كتاخذ لنا اللوين مذهب بحال ما هكذا. وغادي نضيف لها الكفته، ندير هنايا واحد الربعه ديال الكفته، غادي نخليها تشحر معها غير شويه نزيدها.
الفيته شحرنا غير شويه وغادي نضيف لها الرز. غادي نضيف لها شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال القرفه، شويه ديال السكينجبير، صافي. دابا غادي نطفي عليها النار. بعد ما خليت الحشوه شويه تبرد، دابا غادي نضيف ليها اللوز اللي حمرته في الفران. غادي نضيف لها واحد الضامه ديال البنه كتبقى اختياريه، اللي بغى يضيفها ضيفها واللي ما بغاش يعني بلاش، ماشي ضروريه. نخلطوا هاد العماره اللي غادي نعمر بها الدجاجه، نفكوها مزيان. دابا غادي ندوزو باش نعمروا الدجاجه ديالنا اللي خليناها شربات الشرموله واحد 2 سوايع. غادي نعمروها بهاد الحشوه مزيان. هاد الرز هذا طيبناه غير نص طيبه، لان مازال غادي يكمل التطيبه ديالو مع الدجاجه. نحاولوا نعمروها مزيان. غادي ناخذوا ورق المطبخ به اللي غادي نسدو هنايا في اخر العماره باش ما تخرجش لينا. غادي نحاولوا نديروه بحال ما هكذا باش يشد لينا العماره ما تخرجش، باش نتفاداو اننا نخيطوا. صافي. بعد ما نخليوه كدوه مزيان غادي ندوزو باش نكتفوا الدجاجه ديالنا. على هذا الشكل هكذا كتفوها مزيان بحال ما هكذا. اللي بغى خاف تحليه يدير واحد الخويط هنايا. صافي. وبهذه الطريقه هذه ما غاديش تخرج لينا العماره. نحاولوا هذا الكويغط هذا مزيان. درنا هذا الورق ديال الزبده اولا باش ما نخيطوهاش يعني تشد لينا الوقت، وثانيا باش ما تخرج ليناش العماره ملي تكون كطيب في المرقه، وثالثا باش ندخلوها للفران ما تحرق ليناش الحشوه. ناخذ كوكوط ولا طنجره يعني داكشي اللي عندكم توفر. غادي ندير فيها البصله بزايد. عندي هنا تقريبا واحد 5 ديال البصلات كبارين اللي شلطتهم على هذا الشكل هكذا. غادي نضيف لهم واحد الكاس قل ربع ديال الزيت مخلطه ما بين نباتيه وزيت العود. نضيف لها شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكينجبير، واحد راس ديال المعلقه ديال قاع قله وتسيليسه،
داك الهيل، نشحروا شويه هاد البصيله. غادي نضيف ليها واحد 2 ضروسه ديال الثوم، بعد ما تشحرات ليا البصيله ونزلات غادي ندوزو دابا باش نمرقو. غادي نمرقو تقريبا بواحد لتر ديال الماء. غادي نتقب ليها الصدر ديالها مزيان باش يدخل ليها الطياب. حنا كنعرفوا بلا الصدر هو اللي كيبقى شويه قاصح، ملي كنتقبوه هكا مزيان كيطيب وكيجي فتي. دابا غادي نحطو الدجاجه ديالنا في المريقه بحال ما هكذا. نضيف لها واحد القبيطه ديال القزبور مع المعدنوس هكذا مع الجنيب هكذا تطلق النسمه ديالها. واحد 2 عويدات ديال القرفه صافي، ونخليها طيب مع هذه الكبيده ديالها مع القنيصه حتى هي طيب معها صافي، ونخليوها طيب. غادي ناخذ المقله وغادي ندير فيها تقريبا واحد 4 ديال الزبيب، كما كتشوفوا ضفت واحد الطريفات ديال الحامض الدجاجه، وبدات دابا المريقه كتوكح وكتطلق فيها البنه ديال الدجاجه. غادي ناخذ منها شويه ديال المريقه وغادي نضيفها على الزبيب. هاد الزبيب هذا غادي يطيب لنا غير في المريقه ديال الدجاج. ناخذ منه غير شويه بحال ما هكذا. غادي ناخذ الحشوه اللي شاط لينا، انا درتها في كاسرونه، وغادي نزيد عليها حتى هي واحد 3 ديال المغارف تقريبا ديال المرقه ديال الدجاج، ونخليها تزيد تكمل الطياب ديالها. كلشي دابا كيطيب عندي في خطره صافي، بقى ليا غير نحيد الدجاجه وندخلها الفران تحمر، ونتلاقاو ان شاء الله مع الشكل النهائي. بعد ما خليت الزبيب كيتعسل، داك شويه ديال اللوز اللي شاط ليا قبيله غطيته بالزويته وخليته كيتقلع على خاطر. وبالنسبه للعماره اللي شاط لينا ضفت ليها المريقه، وغادي نبقاو نحركوها بحال ما هكا حتى غادي تنشف وتشرب لينا الطيبه ديال المريقه ديال الدجاج، ويكمل طياب الرز ديالو ويكمل طياب الرز. اما بالنسبه للدجاجه مره ندورو هكذا باش ما تلصقش لينا في الطاوه، وناخذ شويه د المريقه بحال ما هكا ونبقاو نكبوها فوق الدجاجه باش حتى هي تجينا بنينه. صافي نخليوها تزيد غير شويه وغادي نحيدوها. غادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال العسل، اللي ما عندوش يضيف ليه سنيده. نضيف ليه واحد نص معلقه ديال القرفه، نص معلقه صغيره باش نخلطو ما بين الملح والحلو. صافي نغطيو عليه ونخليه يزيد يطيب. بعد ما طابت الدجاجه حيدتها، بقات لنا غير الدغميره هذه نخليوها تزيد تدغمر. غادي نضيف لها انا واحد المعلقه تقريبا واحد المعلقه ديال الزيت اللي خلينا فيه اللوز،
باش يزيد يعطيها واحد البنه وتدغمر لينا وتجي لذيذه. بعد ما طابت الدجاجه ديالنا حيدتها من الطنجره. دابا غادي ندهنها مزيان بالسمن، ندير هنايا السمن وغادي ندخلها الفران باش تحمر. غادي ندهنها كامله وندخلها الفران تحمر، تلقاو مع الشكل النهائي. بعد ما تحمرت الدجاجه في الفران وحيدتها غادي ندوز دابا للتزيين. خديت هنايا زلافه ديال الفلو وبديت كنعمرها بالعماره اللي شاطت ليا، وغادي نضغط عليها مزيان باش تاخذ ليا الحجم ديال الزلافه. ومنين نحطها في الغطر ما تشتتش ليا. كما كتشوفوا خديت انا جوج زلايف وعمرتهم بنفس الحجم، هما هي اللي غادي نزين بهم الجوانب ديال الغطر. التزيين كيبقى اختياري، زينوا نتوما بالشكل اللي بغيتوه. ضروري ما نضغطوا عليهم مزيان باش نخويوهم ما يتشتوش، وكنديرهم بحال ما هكا في الجوانب ديال الغطر. الزلافه الاخرى حتى هي نديرها بالجانب يعني ونفاصليها كذلك. نفس الشيء غادي نديرو مع الزبيب. كما كتشوفوا هكذا كتجي الكثافه ديال المرقه، كتجي خاتره، التغميره كتجي خاتره بزاف بحال ما هكذا. ودابا غادي ندوزو، غادي نصب المرقه غير في البليصات هكا الخاويه بحال ما هكذا. غادي نزينو باللوز اللي قليتو. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. زينته باللوز ورفقته بالزيتون. مائدة عشاء او غداء ممتازة، قدموه للضيوف ديالكم وفي العراضات ديالكم، وحتى برعوا به وليداتكم بالصحة والراحة. اللي عجبته الوجبة ديال اليوم ما تنسوش تدعموني بالتشجيعات ديالكم وحتى بالتعليقات ديالكم، راه كتفرحني بزاف. لأول مرة كيزور القناة يفعل الجرس باش يتوصل بجديد الوصفات. وإلى اللقاء وإلى وجبة قادمة إن شاء الله، وشكرا.